انت مين يا عم؟ انت فين حماده بتاع اول السنه بتاع همسك موبايل نوكيا وهصحى الفجر ومفيش درس هيتراكم عليا وادي الجمجمه وادي القلب وهخش طب بشري وهندسه انت مين؟ انت نسيته؟ طب تعالى يا عم هفكرك بيه. بس انا برضو حاسسني اعرفك، يعني بشبه عليك كده، فيك نفس العيون ونفس دي مناخير حماده اللي انا اعرفه. طب امال ايه اللي متغير؟ ده حتى نفس الكليه اللي انت كان نفسك تخشها في البدايه هي الكليه اللي انت عايز تخشها دلوقتي. طب بص خلينا نشرب شاي، هي كوبايه الشاي دي اللي فيها المعجزات، قادره تحل اي حاجه. خلي بالك دي قادره تلم شباتر وتحل مشاكل، فطقطق لي كده بقى ابو الفصوص وخلينا نتكلم بالراحه. يمكن المشكله كلها ان طول ما انت في ثانويه عامه انت بتكون حابس نفسك جوه دايره مقفوله ومش عارف بقى تطلع منها وتشوف العالم بيقول ايه. فلو انت رحت تسال اي حد مخلص ثانويه عامه هو انت كنت بتذاكر فعلا من بدايتها لحد اخرها، هيقول لك استحاله طبعا. كلنا كان بيقع مننا شهر واثنين وثلاثه، ولو انت جيت تبص في ساعتك النهارده وتشوف احنا النهارده كام هتلاقي ان ناقص على ثانويه عامه 3 او 4 شهور كمان. بس انت بقى في مخيلتك ان الثلاث 4 شهور دول هم قليلين على سنه كانت في الاصل 7 او 6 شهور. انت بس محتاج تشيل من دماغك فكره ان انت لو وقفت شهر في ثانويه عامه فكده خلاص الكل سبقك، رغم ان الكل ده ممكن يكون موقف شهرين وانت اصلا اللي سابقهم. هو للاسف كلنا في نص ثانويه عامه كده بنتصدم، لازم نعدي على الصدمه دي. طب ايه هي الصدمه؟ ان انت بتبقى داخل في بدايه السنه شايف ان الامور متيسره وشايف ان الدفعه اللي قبلك كمان صيوحه، يعني انتوا بتصيحوا ليه يا جماعه؟ انت هتذاكر هتجيب الكليه اللي انت عايزها، ما الموضوع سهل. فانت تخش ثانويه عامه كلك حماس كلك طاقه، تذاكر تعمل اللي عليك، تلاقي بدات ان درجاتك في الدروس مش عاجباك، فكده طاقتك تقل، تلاقي ان انت ما بقتش قادر تذاكر، طاقتك تقل اكتر، والله كنت بتصحى بدري ودلوقتي ما بقتش تصحى، خلاص كده بقى ما بقاش في طاقه، شفت ان انت فاشل وسلمت الامور وما بقتش تفتح كتاب اساسا. فهي دي المشكله وهي دي الصدمه اللي احنا كلنا بنمر عليها في ثانويه عامه. امال هي عايزه ايه بقى علشان نحلها يعني؟ اقول لك والله ان في ناس لما بتتصدم بتفضل مصدومه لحد اخر السنه، بس في ناس تانية لما بتتصدم بتتاقلم. طب وانت بقى المفروض تتاقلم ازاي؟ اقول لك ان انت المفروض تكمل في اللي انت بتعمله. والله انت عليك درس كيمياء روح الدرس، بلاش ان انت تقعد من درس الكيمياء وتقول ان انا لا انا كده كده مفيش امل. عليك واجب والله اعمله كله، خلص واجبك واعمل بس اللي مطلوب منك في الفتره دي. يا عمي احنا مش عايزين اي اجتهادات منك، احنا عايزين بس روح الدرس، ذاكر الجديد، راجع على حبه قديم لو قدرت، وكمان حل. خلص المنهج وانت داخل على فترة مراجعة، فترة المراجعة دي هتلاقي نفسك ان انت بتبص على المنهج للمرة التانية، علشان ما ينفعش خالص تخش على فترة المراجعة وانت تكون بتبص على المنهج لسه لأول مرة. فترة المراجعة دي هي اللي بتراجع فيها وبتلم لك الدنيا، والمنهج كله كده بيكون محطوط في دماغك عشان لما تيجي على ليلة الامتحان تكون مرتاح وتكون هادي. خلي بالك ثانوية عامة بتسيب معانا كلنا ذكرى، فخير نفسك انت عايز لما تفتكرها بعد ما تخلص تفرح ولا تزعل. وعموما انا معاكم في اي حاجه، سيبوا لي رايكم في الكومنتات وسيبوا لي اسئلتكم كلها وسيبوا لي الفيديوهات اللي انتوا عاوزينها. اي حد فيكم عايز يسالني على اي حاجه كمان هسيب لكم لينك الانستجرام لو حد فيكم حابب يبعت لي مسج، وانا معاكم والله العظيم 24 ساعه عشان بس تحققوا حلمكم وتدخلوا الكليه اللي انتوا عاوزينها. اتمنى اكون فدتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.